بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل معاكم النهاردة حاجة بسيطة وجميلة، وقنوات كتيرة قوي عملتها. أنا حبيت أعملها وأجربها. بصراحة حاجة سهلة جدا 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 وبسيطة، وحاجة حلوة قوي، وبالشوكولاتة وبدون فرن وبدون بيض. حاجة كده بسيطة وسهلة، وحاجة تفتح النفس. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسونيش لايك واشتراك في القناة علشان تشجعوني وتدعموني. حاجة كده جميلة بصراحة وسهلة قوي قوي قوي. هي متكونة من البسكوت والشوكولاتة الخام والكاكاو وسكر بسيط. بس نصيحتي ليكوا لما تيجوا تجربوها، لو جبتوا بسكوت ميري هيبقى كويس جدا. ما تحطوش تحطوا سكر. اما لو جبتوا اي نوع بسكوت تاني ما تحطوش سكر. دول 300 جرام بسكوت، وعندي معلقتين كاكاو خام، وعندي حتة شوكولاتة خام، وعندي معلقتين سكر بودر، وربع معلقة زبدة، وكوباية إلا ربع لبن. المكونات دي كلها طبعا في كل بيت. احنا طحنا البسكوت طحنة كويسة جدا، وهنبدأ ان احنا نخلط عليه ايه السكر. السكر لو كنت جايبه البسكوت مش ميري، بيبقى فيه سكر، فاما تحطي حبه سكر قليلين من المعلقتين، او لو كنت جايبه بسكوت ميري الميري ما فيهوش سكر خالص، حطي عليه المعلقتين سكر. هنحط باقي المكونات كلها. حطينا الكاكاو، حطينا سكر، حطينا الزبده ربع كوباية زبدة فقط، وهنبدأ نعجن بكوباية إلا ربع لبن. أو وانتي بتحطي شوفي لو العجينة اتعجنت بنص الكوباية خلاص يبقى ما تكمليش، ولو حبيتي أكتر من كوباية إلا ربع لبن على حسب ما تلم معاكي العجينة. بصي، هي حاجة سهلة جدا جدا بجد، وتقدري تعمليها من لا شيء. يعني حاجة انت عايز تعملي حلويات لولادك، هي فعلا حقيقة حاجة بسيطة جدا، وتتعمل ممكن تتعمل على العشاء كده مع كوباية شاي او كوباية شاي بلبن، او ممكن يفطروا بيها الولاد. تكوني الولاد عايزين يعملوا اي حاجة، عايزين ياكلوا اي حاجة حلوة سهلة وبسيطة وسريعة، وموجود مكوناتها في كل بيت، ولا عايزة فرن، ولا عايزة ولا بيض، ولا أي حاجة، كلها حاجات بسيطة. هتجربي طبعا. أنا لميتها بكوباية الربع اهيت لبن، وهي جربتها لقيتها كويسة ومتماسكة وحلوة جدا. هلمها واحطها في ورقة زبدة، لمها كويس، اعملها رول كده زي الاسطوانة، وتدوريها وتكبسيها كويس قوي قوي وانتي بتلفيها، وهتحطيها في الفريزر. تحطيها مش اقل من 3 ساعات في الفريزر. عايزه تبيتيها لتاني يوم اوكي، بس هي حطيها 3 ساعات كفايه قوي، وتطلعيها تبداي ان انتي تقطعيها. انا هنا طلعتها، وهبدا اني انا اقطعها. قطعيها بقى بالطريقه اللي تريحك. هي كانت اسطوانة، فأنا قطعتها كده. في ناس في قنوات شفتهم عاملينها القاعدة بتاعتها مستوية، فطالعة يعني مدورة من فوق ومستوية من تحت. أنا عملتها كلها مدورة اسطوانة، وقطعناها. طبعا حتة الشوكولاتة الخام سيحيها في الميكروويف، أو سيحيها على مية، على حمام مائي، حمام بخار. وابدأي ان انتي اغمسي ال البسكوتية في الشوكولاتة بأي طريقة انت عايزاها، وجمليها وممكن تزوقيها كمان من فوق بجوز الهند، او بالمكسرات المجروشة، او بالسوداني، او بأي حاجة انت عايزاها، او ببسكوت برضو ناعم ممكن تتزوق بيها.
انا مع حطيتها شوكولاته واكتفيت و... وطلعت سهله جدا وبسيطه. يا سلام مع كوبايه نسكافيه ولا حاجه الصبح، في منتهى الجمال وبالهنا والشفا، وهي اكله بسيطه وحاجه لذيذه. وما تنسونيش لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناه علشان تشجعوني وتدعموني، والى اللقاء.